عد رمضان، والروح اللي كنا عايشين فيها بدأت تسحب واحدة واحدة. السؤال اللي بيطاردنا كلنا دلوقتي هو أنا هرجع زي الأول؟ هل كل اللي عملته ده كان مؤقت؟ الحقيقة إن الخوف ده في حد ذاته علامة حب من ربنا ليك. والنهاردة هقولك إزاي تخلي رمضان بداية جديدة مش نهاية، وبخطوات عملية جداً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم على القواعد اللي لو مشيتوا عليها عمركم ما هترجعوا تسيبوا العبادة تاني. أولاً، قاعدة قليل دائم. مش مطلوب منك تقرأ جزء كل يوم زي رمضان، بس مطلوب منك ما تبعدش أو تمنع نهائي. لو صفحتين في اليوم أو حتى 5 دقايق في اليوم، ويبقى ورد ثابت ليك. السر في الاستمرار مش في الكمية. ثانياً، صيام الست من شوال، الجرعة المنشطة. زي ما بنعمل تحديث للموبايل عشان يفضل سريع، صيام الست من شوال هو تحديث لروحك، بيحسسك إنك لسه في السباق وما خرجتش منه. ثالثاً، خبيئة بينك وبين ربنا. خلي ليك سر، ركعتين قيام ليل ولو مرة في الأسبوع، أو صدقة بسيطة بانتظام. الحاجات دي هي اللي بتثبت القلب في الزحمة. رمضان كان المعسكر التدريبي، ودلوقتي وقت التنفيذ في حياتنا العادية. قولي في الكومنتات إيه أكتر عبادة قررت إنك مش هتسيبها أبداً بعد رمضان. في أمان الله.